علمت بي إن سبورتس أن الدولي الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي وقع عقدا مع ليفربول مدته 4 مواسم ونصف. وسيكون رياض محرز أغلى لاعب عربي وإفريقي في التاريخ، حيث تبلغ قيمة الصفقة 55 مليون يورو بعد اتفاق إدارة الريدز مع ليستر سيتي. هذا هو من المتوقع أن يخضع الدولي الجزائري للفحص الطبي هذا الأحد قبل الانضمام إلى ليفربول ليعوض بذلك رحيل النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة. ومتابعة لآخر تطورات هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا في فرنسا محمد الوضاحي. مساء الخير محمد. بداية هل تؤكد لنا هذا الخبر محمد؟ نعم، مساء الخير يحيى. هذا الخبر أكيد. رياض محرز وقع منذ نحو 3 ساعات من الآن على عقده المبدئي مع ليفربول. بقيت بعض التفاصيل الصغيرة التي يتناقش حولها وكيل اللاعب مع إدارة النادي قبل الإعلان الرسمي عن انتقال رياض محرز إلى ليفربول. وسيخضع اللاعب يوم غد إلى عملية الفحص الطبي التقليدية التي يخضع إليها اللاعبون عادة. فقط للتذكير أن رياض محرز كان تنافس كبير بين ناديي تشيلسي وليفربول من أجل ضمه إلى أحد الفريقين، وفي الأخير نجح المدرب يورغان كلوب في خطابه في إقناع اللاعب بمكانة أساسية ضمن الريدز في الفريق، وأيضا بخطاب ربما ونظرة واستراتيجية للمستقبل جعلت اللاعب يرجح كفة ليفربول بعد أن كانت تشيلسي أيضا قاب قوسين أو أدنى من الظفر بخدماته. كان هناك أيضا في حسابات ليفربول في حال تعطلت صفقة اللاعب محرز كانت أعين النادي نحو لاعب موناكو ليمار، ولكن في الأخير المدرب يورغان كلوب بعد أن التقى اللاعب في عدة مناسبات 3 مرات تحديدا تمكن من إقلاع اللاعب وأيضا إعطائه الضمانات اللازمة التي كان يريدها رياض محرز ليوقع أخيرا قبل الإعلان الرسمي والانتهاء من التفاصيل البسيطة التي ما زال النقاش حولها في هذه اللحظات في ليفربول. نعم محمد، ألا توجد أي مخاوف من أن يعرقل ليستر سيتي عملية الانتقال؟ لقد تم الاتفاق بين الناديين والتوقيع على العقد تم أيضا، قيمة العقد 55 مليون يورو تم الاتفاق عليها أيضا وسيقبضها نادي ليستر، إضافة إلى أن نادي ليستر قد منح الضوء الأخضر والإشارة الخضراء للاعب رياض محرز للانتقال وأعطاه تلك التأشيرة، تأشيرة الخروج من النادي قبل بداية الميركاتو الشتوي. ولذلك فإن وكيل اللاعب وأيضا الأندية المهتمة بخدماته نشطت في الأسابيع الأخيرة حتى قبل انطلاق عملية الميركاتو الشتوي، لأن اللاعب يملك تلك التأشيرة، تأشيرة الخروج في هذا الميركاتو الشتوي، والأمور تم حسمها وبقيت التفاصيل بين وكيل اللاعب ونادي ليفربول وليس بين الناديين، لأن الناديين توصلا إلى اتفاق وتم الاتفاق بينهما والتوقيع أيضا. التفاصيل البسيطة الأخرى التي تخضع لها جميع عقود اللاعبين. إذن محرز في ليفربول وسيشكل ثنائيا استثنائيا بطبيعة الحال مع النجم العربي المصري محمد صلاح. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات محمد الوضاحي، كنت معنا من باريس، شكرا لك.